السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله فيديو جديد بعد وقوف فترة. طبعا أنا حصل ظروف ما كنت بنزل فيديوهات. الفترة دي إن شاء الله هنرجع وننزل فيديوهات عن الأفتر إفكتس والحركة الأنيميشن. هنكمل الفيديو بتاعنا أو الموشن جرافيك. تمام. الموشن جرافيك يعتبر أنيميشن والأنيميشن يعتبر موشن جرافيك، لأن أنت لو عرفت الاثنين أو عرفت حاجة منهم فأنت يعتبر عارف الاثنين. تمام. طيب قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، تشترك في القناة. لو عندك أي فكرة سيبها لنا في تعليق علشان نعملها لو أنت حابب. وإن شاء الله الفترة الجاية هعمل كورس شامل عن أدوبي أنيميت، علشان غير ده خالص، غير أدوبي أفتر إفكت، أدوبي أنيميت حلو جدا. ونصيحة مني، لو أنت ناوي تدخل المجال ده اعرف حاجة عن كل برامج الأدوبي، أو يا ريت لو تعرفهم كلهم، علشان لو دخلت مجال السوق يكون ليك الأولوية في إن أنت طلبك يتقبل عند العميل. تمام. طيب النهارده قبل ما نبدا بس الفيديو ما تنساش كن مبدع، بي كرييتيف. يلا نبدا. طيب احنا دلوقتي عندنا الشخصيه دي. طبعا انا عامل كورس او عامل شرح لفيديو ازاي تجيب الحاجات دي منفصله زي كده من ادوبي الستريتور. زي ما انت شايف كده كل دي طبقات، تمام، وليكن 32 طبقه. ازاي تجيب الطبقات دي منفصله؟ وليكن ثواني، الرجل دي لوحديها، الرجل دي لوحديها، الجسم لوحده، الوش لوحده، تمام، على حسب ما انت حابب. طيب احنا دلوقتي ايه اللي عايزين نعمله علشان نبدا نعمل حركه للشخصيه دي؟ اول حاجه اللي انا عايز اعمله، هجيب كل حاجه مرتبطه ببعض واعمل لهم بري كومبوزيشن. بمعنى ايه الكلام ده؟ يعني تعال كده نقرب على الوش، تمام، ونيجي نختار مثلا ده، تمام، نشوف مثلا ده تبع الراس ولا لا. ده تبع الراس صح؟ لا مش تبع الراس، ده تبع التيشيرت، ماشي. ده تبع الراس، ده كده راس، تمام. ودي يبقى من اول 9 لغايه أه دي فين؟ دي الايد، لا مش عايزينها. تمام. يبقى الشعر، ماشي. الشعر نعمل له بري كومبوزيشن. ثواني ده معاهم بقى. الشعر هنعمل له بري كومبوزيشن. هنروح هنا ندوس كليك يمين على الطبقتين دول، يعني عشان برضه من الاول هدوس على دي وهدوس شيفت وهدوس على تحتيها وهدوس كليك يمين وهدوس بري كومبوزيشن واسميها الهير او الشعر لو انت حابب تكتب بالعربي، وادوس اوكي. تمام. هلاقي ان البتاع عملت معايا الشكل ده، تمام. لو جيت حركتها هلاقيها بالشكل ده. طيب انا عايز اعمل حاجه. لو جيت دوست كده ورحت عند الهير، انا عايز العب في الانكور بوينت. الانكور بوينت اللي هي دي، ادوس هنا او هدوس على الواي في الكيبورد، تمام. هلاقي الانكور بوينت عندي موجوده هنا زي ما انت شايف. لو جيت حطيتها عند الراس وجيت مثلا دوست ار على البتاع دي، عملت روتيشن، هلاقي زي ما انت شايف الراس تتحرك معايا في المكان اللي انا عايزه، وده المطلوب. تمام. يبقى انا غيرت مكان الانكور بوينت علشان اعرف اتحرك فيه براحتي، وليكن خليه هنا. طبعا انت الانكور بوينت انا مش هقعد اشرح شويه، يعني كل الجسم احط الانكور بوينت فين. يعني مثلا الايد علشان احركها محتاج ان انا احط الانكور بوينت فين؟ محتاج ان انا احطها هنا عند الكتف علشان الايد تتحرك براحتها. لو انا هحرك الريست اسمه ايه ده، الساعد لوحده، يبقى انا هحط الساعد لوحده انكور بوينت منفصله عند طرف الايد، وهكذا. طيب انا هسرع الفيديو دلوقتي عشان اعمل الانكور بوينت، تمام. ولاحظوا معايا برضو وانا مسرع الفيديو ازاي هعملها، علشان طبعا انا هجمع برضو الحاجات اللي هي مرتبطه ببعض وهعمل لهم بري كومبوزيشن زي ما انت شفت. تمام. هبدا دلوقتي اسرع الفيديو، يلا.
طيب دلوقتي زي ما احنا شفنا ازاي عملنا، طبعا الفيديو سريع فانا معاك ان صعبه ان انت تثبت المعلومه في دماغك، بس كل ده هيجي مع التكرار. يعني انت كل ما تزود التجربه هتلاقي نفسك ان انت في حاجه بتسقط معاك، هتعدي على اليوتيوب تشوفها، هتلاقي حاجه بتسقط معاك هتعدي على اليوتيوب تشوفها، بعد كده هتلاقي العمليه سهله معاك ان شاء الله. تمام. طيب في برضو حاجه تانية اللي هي ايه، يعني مثلا زي ما انت شفت في عندنا ليفت هاي ليج وفي ليفت داون ليج. في بيعملوا ايه، في حاجه اسمها لينك، هتلاقي عندك حاجه اسمها البارنت، تمام، اللي هي دي. تمام. لو جينا مثلا شدنا دي هتلاقي في حاجه بتظهر معاك هنا عند الطبقه اللي انت بتشد عليها الخط الثاني. طيب دي الليفت هاي ليج اللي هي الرجل العاليه ناحيه الشمال، وهنا الداون ليج تمام ناحيه الشمال. طيب الهاي مربوطه مع الداون، فانا هشد الحبل ده واربطها مع دي. تمام. ليه؟ لانها الاقي الحركه ما انا عايزها. تمام. يبقى انا ربطت الرجلين الشمال اللي فوق مع الرجلين اللي تحت. تمام. طيب برضو هتعمل كل ده مع كل حاجه في المرات دي. يعني مثلا دي ما سميناهاش، هنسميها رايت هاي ليج. تمام. ودي هنربطها بالرايت داون ليج، هنشد دي كده اهو وربطناها باللي فوق زي ما انت شايف كده. طيب والرجلين كلها تمام هنربطها بالجسم، يعني دي رجل تبع الرجل ودي تبع الرجل، نشوف ايه كله تبع الرجل. تمام. دي مش تبع الرجل، دي طبقة. تمام. طيب دي نسميها بنيم left hand 1 left شمال. طيب دي رايت هاند باري. ماشي. يبقى احنا هنيجي عند الرايت هاند هندوس شيفت لغايه اخر واحده البوت. تمام. وهنيجي نشدهم كلهم مع البادي اهو. شايف انت البادي فين اهو؟ هناخد كل ده كده اهو وندوس عند البادي كده اهو، هلاقي كله اتربط مع البادي. ليه؟ لان الرجلين اوريدي هتمشي مع الجسم. طيب دلوقتي احنا هنعدي على مرحله الانكر بوينت، نظبط الانكر بوينت عشان نظبط الحركه. برضه هسرع الفيديو في الحته دي، بس هديكم مثال بسيط على قبل ما نبدا التعديل على الانكر بوينت علشان نشوف ازاي هنظبطها. تمام. طيب وليكن مثلا هنروح عند الفرونت فيس الوش. تمام. بص انت الانكر بوينت فين. تعالى كده لو جينا عملنا ار على الطبقه وعملنا روتيشن هلاقي الوش ما بيلفش معايا اللفه اللي انا عايزها. تمام. طيب هروح اعمل ايه، هدوس على حرف الواي في الكيبورد علشان اختار الانكر بوينت وهتحكم في دي. لو جينا عملنا الروتيشن هلاقي الوش بيعمل معايا بالشكل ده. تمام. طبعا ممكن تخليه في النص زي ما انت حابب. طيب هسرع الفيديو علشان ابدا اعمل الانكر بوينت واظبطها. زي ما انت شايف كده احنا بدأنا نظبط الانكر بوينت بتاعت الجسم كله. تمام. انا عارف ان العملية زي ما تقول كده معقدة شوية، بس مفيش حاجة معقدة لو انت حابب تتعلمها. تمام. طيب كده احنا ظبطنا الدنيا وظبطنا الطبقات. تمام. هنروح بقى بعد كده نبدأ نعمل حركة. زي ما انت شايف كده انا جايب صورة معايا تمام ورا علشان اعمل عليها الحركة لو انت مش عارف تعملها ازاي. الصورة دي اسمها الووك سايكل، هسيب لكم رابط الصورة تحت الفيديو عشان تحملوها وتعملوا عليها. تمام. طيب زي ما انت شايف اول حركة معمولة، هشد الحركة دي تحتي. تمام. زي كده اهو، وهبدأ هروح هنا عند القفل هعملها كده. تمام. وهبدأ اظبط حركة الشخص نفسه على الحركة اللي وراه. تمام. طيب نروح بس هنا نفتحها كده نعمل سكيل شوية عشان تظبط. ماشي. بعد كده نعمل كده ونقفلها بالقفل وهنحرك الصورة دي كده شوية. صورة
ماشي كده اهو تمام، وهقفلها تاني. طيب عشان ابدا الحركه ايه اللي مطلوب مني؟ هروح عند الرجل تمام، وهشوف حركه الرجل التانيه دي ازاي. وانت زي ما انت شايف الايد في الجسم تمام محطوطه جنب جسمه، فاحنا كل الكلام ده هنظبطه بالانكر بوينت. يلا نبدا، يلا نبدا. هروح عند البوت تمام، زود كده اهو. طبعا اول حاجه ان انا هعملها هدوس على البي وهدوس بوزيشن ليه، وهحرك قدام شويه كده وهغير المكان كده، وهعمل روتيشن وهعمل كده تمام. هجيب الانكر بوينت دي هنا وهلفها كده عشان تظبط معاها. حلو جدا تمام، يبقى كده البوزيشن والروتيشن. هروح هنا عند الهاي ليج، لو محتاجه ظبط هنظبطها، اكيد محتاجه ظبط. هنشوف كده، لا دي الرايت بوت هاي ليفت تمام، نرفعها كده عشان زي ما انت شايف كده تمام. حلو، وهنعمل بوزيشن كده، نعمل كده بس. رجعها زي ما كانت تمام، هتلاقي الحركة معاك زي كده اهو تمام. لو محتاجة روتيشن هنعمل لها روتيشن، بس هي مش محتاجة. ودي الليفت داون، هنيجي كده اهو نعمل اول حاجة بس بوزيشن، ندوس على حرف البي، ندوس كده اهو نجيبها في الاول، نرجع الاول، بعد كده نغير مكانها كده تمام. نروح عند الروتيشن نعمل رجليه كده، الروتيشن هنعمل كده، بعد كده الاول الروتيشن طب كانت في الاول كده صفر تمام. هنلاقي كده معمولة تمام. طيب بص الرجل تحت مش مظبوطة معاهم، هنيجي عند البوت رايت نغير مكان البوزيشن كده بالشكل ده تمام، والروتيشن مظبوط. لو جينا عملنا كده هنلاقي الرجل اتعملت معانا بالشكل ده تمام. طيب دي كده الرجل ناحية الشمال، نروح للرجل ناحية اليمين، نيجي هنا ندوس ار عشان نشيل دي، نيجي ندوس ار عشان نشيل دي. نيجي بقى عند البوت رايت تمام، نغير ندوس على البي بوزيشن وكده، ونجيبه في الاول ونغير مكانه كده اهو. حلو جدا. وهنيجي عند الرجل تمام، الليفت احنا عايزين الرايت داون، وهنيجي نعمل لها روتيشن، دوس كده ونجيبه في الاول، بعد كده نعمل لها روتيشن بالشكل ده تمام. ممكن نغير البوزيشن كده ونجيبه في الاول ونرفعها شويه كده عشان تظبط معانا. حلو جدا تمام. زي ما انت شايف كده هتلاقي الحركه عملت معانا ازاي. طبعا هنعمل لها سموثنس عشان يكون فيها نعومه في البدايه تمام. طيب بعد كده نروح عند، نشيل بس دول، ندوس على حرف البي، وهنا ندوس على حرف البي. بعد كده نروح عند الهاند ليفت هاند تمام، دي ورا مش عايزين نعمل لها حاجه. وهنا الرايت هاند هندوس على حرف، هندوس على ار عشان احنا عايزين روتيشن، وهندوس على الساعه وهي موجوده في الاول، وهنيجي كده نلفها. طيب هي الهاند معموله كده فاحنا الروتيشن مش تنفع معانا، هندوس على بوزيشن وهندوس كده تمام، ونغير البوزيشن بتاعها بالشكل ده لورا، ارفعها فوق شويه تمام. وهندوس على حرف الار روتيشن، ندوس دي كده ونعمل كده ونخبيها ورا الجسم. طيب ندوس على حرف ار تاني، هنيجي عند الهاند الثانيه تمام، وهندوس على حرف الار روتيشن، هندوس دي كده نجيبها في الاول، بعد كده نلفها بالشكل ده، وهندوس على حرف البي البوزيشن، دوس كده نجيبها في الاول كده ونغير مكانها عشان نظبط الكتف. نيجي هنا عند اللي تحت وهنعمل دوس ار، دوس روتيشن نجيبه في الاول. هسرع انا بقى ايه دلوقتي عشان كده انا طولت عليكم. هدوس بوزيشن وادوس كده اخليها في الاول واحركه كده علشان يظبط معنا تمام. خلاص مش محتاج ان انا اسرع الفيديو لان احنا يعتبر كده خلصنا. ندوس كده بوزيشن عشان نشوف الكي فريم. زي ما انت شايف بص الحركه اتعملت معايا ازاي
طيب انا هعمل كده select all control A، هدوس على حرف اليو عشان اظهر الكي فريم دول. هوسع الكي فريم دول عشان ابطئ الحركه شويه علشان نشوف معموله ازاي. وهعمل لهم select all كده اهو، وهدوس كليك يمين، هروح على كي فريم اسيستنت وهروح اعمل ايزي. تمام، تعالى كده نشوف الحركه. ووب اهو، الله الله على الحركه، فنان يا ابني. تمام، دي حركه اول جسم. هنيجي بقى عند الكي فريم من هنا، حلو، وهنيجي عند الصوره دي نفتح القفل كده اهو، ونيجي نحرك الجسم بالشكل ده. تمام، حلو جدا، نقفله تاني وهنيجي من هنا شيفت اول. طيب شفت احنا عملنا ايه في الاول؟ شوف انا هعمل ايه دلوقتي، بس هسرع الفيديو عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. يلا. طيب احنا هنا غلطنا ليه؟ لان انا عملت الرجل اليمين الشمال ورا، وعملت الرجل اليمين قدام، والمفروض العكس. تمام، هرجع امسح كل اللي انا عملته، سوري للاسف، وهبدا اعمل الرجل اليمين ورا. تعالوا كده نجرب الحركه بتاعت الشخصيه تاني عشان انا شايف انها مش لطيفه. تعال بص كده. طيب في هنا بص الرجل الرايت داون مش مظبوطه دي. تمام، رايت داون، دي الرايت داون انا اتلخبطت فيها. هنجيب دي كده اهو، الناحيه دي كده بس الاول. نجيب الليفت داون ليج، دي هتبقى هنا، نعمل لها روتيشن. ثواني.
تيجي عند الليفت داون، تعال هنا روتيشن بالشكل ده كده، رايت داون لينك، نيجي تعالى هنا نيجي نعمل لها روتيشن بالشكل ده. حلو، ليفت داون لينك، نظبط الدنيا، روتيشن. زي ما انت شايف الحركة بقت ازاي، تمام. الرجل زي ما انت شايف، طبعا احنا ممكن نعمل دي كده في 9، وهنعمل دول كلهم كده، هنعملهم سيلكت، ننزل تحت نوسعهم شوية عشان نشوف الحركة بطيئة خالص، تمام. اهو بص زي ما انت شايف هنا الرجل راحت سريعة. اوبس، ثواني فوت ليفت، شفت؟ انا غيرت مكان الرجلين. طيب مفيش مشكله، هنكمل عليها عشان ايه ما اطولش عليكم في الفيديو، بس انت عرفت الغلط فين، تمام. بعد كده هنيجي هنا قدام ونفتح القفل ده ونعمل كده ونجيب اخر خطوه هنعملها، تمام. هنحرك فيها الايدين الخطوه دي، يلا. اوكي، هنيجي عند الهاند فوق بقى، left hand rotation بالشكل ده، نغير البوزيشن كده، left down hand، نغير المكان كده ونعمل لها rotation بالشكل ده، تمام. ثم بوزيشن شوية، نيجي عند الرايت hand position، نظهرها كده اهو، ندوس على ار عشان نجيب الروتيشن، نلفها كده اهو بالشكل ده. لو جينا عملنا زوم كده وجينا جربنا الحركة تاني نلاقي عمل كده اهو بالشكل ده. طبعا حركة الرجلين فيها غلط، فهتلاقيها معمولة غلط معاك، تمام. طيب تعالى كده نجرب، نعمل كده اهو، نقفلها على قد ايه، كده. تعالى كده نجرب الفيديو. الفيديو حركته سريعة، بس هوقفها كده وابطئها وابعد الكي فريم عن بعض شوية، تمام. هعمل دول سيلكت كده اهو، بس ثواني، هعمل كده كنترول ايه ويو عشان افتح كل الكي فريم. طيب الكي فريم متلخبطه، فانا لو هبعدها هلخبط الدنيا، بس اهم حاجه ان انت عرفت ازاي. بص اهو دي حركه الجسم، تمام، دي حركه الجسم، بس في لخبطه في النص. هتلاقي بص هنا الرجل اتلخبطت ازاي، الرجل اتلخبطت مع بعض، غيرت الاماكن مع بعض، فدي اللخبطه دي مش تعملها لو انت عملت الاسامي صح وحطيت الطبقات تحت بعض مظبوطه، تمام. وكده ان شاء الله نكون خلصنا الفيديو وعملنا الووك سايكل، تمام. طبعا هنعمل ايه، ممكن نيجي نعمل كنترول ايه وهنعمل كليك يمين وبري كومبوزيشن، هنكتب بيرسون ووك، شخص بيمشي، تمام. وهنيجي ندوس بوزيشن، ندوس هنا كده على الساعة ونقدم قدام شوية ونعمل ده كده هو عشان يعمل لنا حركة الجسم بالشكل ده، تمام. هندوس عليهم كده وندوس كليك وندوس F9، نعمل زوم اوت نشوف الجسم هيتحرك ازاي. مثلا لو دوست مسطرة، سريع برضه سريع. طيب وليكن بس هجربها كده معاكم.
تمام. طيب انا هعمل فيديو تاني برضو عن الووك سايكل دي، بس اهم حاجه ازاي عرفنا التكنيك، ازاي ان احنا نعمل حركه الرجل اللي هو الووك سايكل والايد، وازاي نمشي الشخصيه هتنزلها من على موقع فري بيك، هسيب لكم برضو رابط الموقع تحت الفيديو علشان تحمل من عليه الشخصيه بتكون منفصله على ادوبي الستريتور. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. طبعا انا عارف ان في الفيديو حبه غلطات، وان انا مسرع في حتت المفروض ان انا اكون بطيء فيها، بس عشان ما اطولش عليكم، وركز في الفيديو وجرب معايا عشان تثبت المعلومه في مخك. تمام. وكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. ما تنساش تشترك في القناه وتكتب لنا تعليق لو عندك اي حاجه، وشكرا ليك تاني، وانتظرونا الفيديو الجاي. وما تنساش قبل ما ننهي الفيديو كن مبدع، بي كرييتيف. يلا، السلام عليكم.